صباح الفل على كل حبايبي، وحشتوني جدا جدا يا حبايبي. يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده يا حبايبي بقى انا اول مره اعمل القرص الطريه اللي بالشمر، اللي زي بتاعه الافران بالظبط وجميله جدا. فقلت بقى ايه، اقول لكم على الطريقه لان هتعجبكم جدا وتعملوها عندكم في البيت. انا جبت كيلو دقيق، حطيت عليه كوبايتين سمنه، انتي براحتك ممكن تحطي كوبايه سمنه وكوبايه زيت، وكوبايتين، واحده لبن وواحده ميه، ومعلقه ونص خميره فوريه، معلقه سكر، ونص معلقه ملح. ماشي يا حبيباتي. وتعجني بقى كل الحاجات دي كلها كده في بعضيها، وتسيبي بقى العجين لما يخمر شويه، وبعد كده هتقطعيها زي ما انت شايفه كده. انا سيبته لما خمر شويه وبعد كده قطعته وحطيته. طبعا انت عايزه تعمليها بالشمر بتجيبي معلقتين شمر، بتحمصيهم بس مش بتحمصيهم قوي يعني، وتروحي حطاهم على الدقيق في قلب المكونات اللي انت عملتيها دي، اللي هي اللبن والسمنه والزيت والسكر والملح والخميره الفوريه. كل ده بتضربيهم في بعضيهم وبتقطعيها وبتسيبيها تحطيها في الصينيه. هي بتعلى لوحدها. بصي حتى، بص الصينيه عندي هنا، بص قالت ازاي، بقت شكلها جميل ازاي، علشان سبتها شويه ترتاح كده في الصينيه. تمام يا حبيباتي. دي بقى يا حبايبي الصواني اللي انا حطاها في الفرن. انا حاطه صينيتين اهو. ماشي يا حبايبي، تبصي عليها كده كل شويه وتلفيها وتدوريها، ما تسيبيهاش كده وتسهي عليها. لما تطلع هوريكم شكل. طبعا يا حبايبي بتفضلي تلفي في الصينيه كده علشان تشوفي القعر بتاعها من تحت كده احمر خلاص. بتقفلي بقى النار من تحت وتولعي الشوايه من فوق زي ما انتم شايفين كده. هتاخد الوش وهتطلعيها بقى. وعايزه اقول لكم ريحتها حكايه وطعمها جميل جدا. هوريكم والله العظيم شكلها بعد ما طلعت من الفرن. انا اصلا سويت غير دول. هوريكم كل القرص اللي انا عملتها من كيلو دقيق يا حبايبي. بعدين ايدك بقى تكون فيها كده ماشي، تلفي الصينيه كده كده، ما تسيبيش النار تبقى ايه في مكان واحد علشان القرص كلها تاخد الوش اللي هو الاحمر الجميل ده. عايزه اقول لكم ان انا ايدي اتشلوحت والله العظيم. عشان ناكل قرص بيتي لازم نتشلوح كده في اللسعان ده. بصي يا حبايبي بتطلع هوريكم شكلها تحفه. في حاجه كمان يا حبايبي عايزه اقولها لكم، في دقيق بيطرد الزيت او السمنه. تمام. عايزه تجيبي دقيق، يا تجيبي دقيق فاخر يا اما تجيبي الدقيق اللي هو 5 نجوم. حلو قوي قوي في العجين، وبيلم معاكي بسرعه، وما تبقاش العجينه طريه كده وتاخد معاكي وقت كبير قوي لما تخمر. الدقيق ده على فكره يا جماعه حاجه مهمه جدا، مش اي دقيق. ممكن تعملي بيه قرص، بسكوت، كحك، اللي انت عايز تعمليه في بيتك يعني. لازم الدقيق يكون من النوع النظيف. والشمر ده بيخلي ريحتها وطعمها حكايه مع كوبايه شاي بقى، وتدهنيها جبنه من فوق كده، حكايه مش قادره اقولك يعني. انا عملت واحده عشان اجربها، حطيت فيها جبنه رومي ساحت. بص عارفين الموتزاريلا كانت بتشد كده، والله كان طعمها حكايه يعني. انت ممكن تشكلي يعني. شفتي يا حبايب قلبي، دي بقى القرص بعد ما طلعتها من الفرن. بص انا قلبت لكم واحده اهو، شايفين ظهرها عامل ازاي؟ الظهر بصوا شكلها عامل ازاي، تحفه حكايه. وطبعا سخنه، مش عارفه يعني اكسر لكم منها دلوقتي. هي سخنه مولعه نار لسه مطلعاها من الفرن، بس شكلها وريحتها مش قادره اقول لكم جميله جدا. ودي الصينيه التانية اللي هي يا حبايبي اهي. بصوا الظهر عامل ازاي، ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، جميله جميله جميله، بسم الله ما شاء الله. شايفه يا حبايب قلبي؟ شايفين؟ كلنا ستات شاطره. احنا ليه نروح نشتري قرصه قد كده ب5 جنيه؟ القرصه بقت ب5 جنيه. طب وليه يعني؟ هو كيلو دقيق هيعمل لك قد ايه بقى؟ كيلو دقيق يا جماعه هو عمل معايا انا 26 واحده من كيلو دقيق. تمام. يعني هيوفر معاكي كتير. فتمام يا حبايبي، انا خلاص كده طلعتهم. هحط بقى التانيين وهرجع لكم تاني يا حبايب قلبي. ودخلنا يا حبايب قلبي بالصينيتين التانيين، ان شاء الله يخلصوا برضو واوريكم شكلهم. وده ما بيتسابش لان انت بتبقي مولعه الفرن ومسخناه، يعني الفرن مولع نار اصلا. فعلى اساس كده انت بتشيلي دول وتحطي دول، فايدك بقى تبقى مع الصينيه كده وما تسيبهاش خالص، تقعدي تلفي شمال ويمين وكده وكده علشان تبقى الايه النار عليهم كلهم يا حبايبي. هيخلصوا يروح قلبي هطلعهم واوريكم يعني شكلهم هيبقى عامل ازاي. في حاجه مهمه كمان يا حبايب قلبي،
لما القرص تطلع تروحي يعني تسيبيها 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير قوي، وتروحي لماها وحطها في كيسه، او عندك صاج مثلا وعندك استرتش تحطيها تفرديها كده وتغطيها بالاسترتش عشان تفضل طريه، لان هي مجرد طلعتيها وسبتيها كده لا هتنشف منك، مش هتبقى قرص طريه خالص، هتبقى قرص ناشفه. فانتي تروحي حطها في كيسه ورصاها بس على بعضيها كده بعد ما تبرد شويه عشان ما تعرقش منك، وتربطي الكيسه بقى عليها وتسيبيها في اي وقت هتقعد معاكي يومين. انا عملت قرص امبارح سبتها حطيتها في كيسه، اكلت منها النهارده الصبح لقيتها بسم الله ما شاء الله طريه زي ما تكون لسه حالا معموله دلوقتي. فعشان تحافظي عليها وعلى الطريان بتاعها تروحي حطها في كيسه ورابطه الكيسه عليها. ماشي يا حبيبتي، وان شاء الله يا رب بالهنا والشفا، واحنا كلنا شاطرين وبنعمل حاجات احسن من المحلات ومن الافران كمان. شوفوا دي بقى الصينيه دي انا لسه ما دخلتهاش الفرن، شفتوا علشان قعدت فتره حوالي ساعه، خمرت وعليت ازاي بقى شكلها جميل قوي. لما تعلى يعني لما بتعلى معاكي بتبقى خلاص كده هي خمرت، خدت الوقت بتاعها. فلما بتيجي بقى تعمليها تسويها وتيجي تفتحيها بتلاقيها هشه وجميله قوي من جوه. وبألف هنا وشفا بقى، واعملوها في البيت والله هي موفرة وكمان حلوة. هتفطري منها الصبح مع كوباية شاي وحتة جبنة، بالليل مش مالكيش نفس للعشاء هتعملي كوباية شاي وتاكلي معاها قرصة وحتة جبنة، بتبقى جميلة وفي البيت وعلى ايديكي، وانتي ضامنه النظافه طبعا بتاعه الدقيق، وضامنه نظافه السمنه والزيت، ضامنه نظافه كل حاجه. يعني حتى الحاجه اللي انتي بتعملي فيها انتي ضامنه نظافتها ان انتي اللي عامله بايدك كل حاجه. لكن معلش يعني سامحوني بره برضو مهما تبقى الحاجة شكلها مغري انا ببقى مقلقة منها وخايفة، انا ما اضمنش النظافة ايه اللي بيعملها ايه ظروفه كده يعني. فربنا يسهل للجميع يعني ملناش دعوة، خلينا في حاجتنا بتاعة البيت الجميلة دي احسن من اي حاجة. والموضوع سهل جدا والشكل جميل اصلا والله عاجبني جدا. بالشمر ممكن تعمليها تحطي شمر على اليانسون، بس انا بحب الشمر عشان ريحته بتبقى حلوه قوي في القرصه لما بتقطمي كده قطمه جميله قوي قوي الشمر بالذات بصراحه يعني. وحتى انا لما كنت اشوف الفرن يعني وانا بجيب عيش فينو او كده بلاقيه حاطط شمر كتير في القرصه مخلي ريحتها جميله بصراحه. فانا قلت اجربها كده بالشمر لقيتها ما شاء الله تحفه، ريحتها جميله قوي حتى وهي في الفرن. ان شاء الله تعملوها في بيوتكم كده وتستمتعوا كده بطعمها وتقولوا لي ايه رايكم يا حبايب قلبي. وكده يا حبايب قلبي طلعنا الصينيتين اللي انا كنت حطاهم من شويه في الفرن ووريتهم لكم وهم في الفرن. بصوا بصوا ظهرها عامل ازاي، هي سخنه انا مش عارفه امسكها قوي عشان سخنه. ظهرها عامل ازاي كمان اهي، شايفين مفيش بقى حروقه ولا في لسع ولا في الحاجات دي، بسم الله ما شاء الله يعني وشها زي ظهرها. شايفين يا حبايب قلبي اهي. والصينيه التانية اهي عشان احنا حاطين 2 ووريتهم لكم، دي الصينيه التانية. ماشي يا حبايبي، لسه بقى في صينيتين وهم دول بقى حسن الختام هنحطهم برضه هوريهم لكم. يا رب تعجبكم القرص الطريه بتاعتنا. وانتي يا لولا زي ما عملتي المبكبكه وعجبتك هتشوفي القرص دي برضه هتعجبك وهتعمليها. تمام يا حبايبي. لولا دي بنت اخويا على فكره، مش لولا التانية اللي انتوا تعرفوها لا دي بنت اخويا الكبير فالقرص هتعجبك قوي ان شاء الله، لما تشوفيها النهارده هتعجبك جدا وهتعملي زيها وهتبعتي لي برده وتقولي لي ان انا عملت القرص زي ما عملتي المبكبكه. ماشي يا حبايبي. ودول بقى يا حبايبي اخر صينيتين اهو. ماشي، اما يطلعوا برضه هنوريهم ليكم يعني وكده يبقى حسن الختام بقى ونخلص خالص ونوريكم بقى اللي احنا عملناه علشان تشوفوا القرص الطري. ويا رب تعجبكم وان شاء الله كلكم تجربوا وتعملوا هتتبسطوا جدا يا حبايب قلبي. كده يا حبايب قلبي طلعت الصينيتين اللي هم كانوا اخر صينيتين دخلوا الفرن كده خلصنا اهم يا حبايبي. نفس الحكايه قرصه نفس الحكايه، شايفين عامله ازاي ظهرها بسم الله ما شاء الله يعني كله لون واحد اهو يا حبايبي. تمام يا حبايب قلبي، هرصلكوا بقى القرص واوريكم بقى القرص كلها عامله ازاي وشكلها عامل ازاي، وان شاء الله يا رب تعجبكم يا حبايبي تعملوا احسن منها كمان يا حبايب قلبي. كده يا حبايبي خلصنا القرص اهي طريه. تمام يا حبايب قلبي، اتفضلوا شوفوا الشكل عامل ازاي، جميله 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 جدا. وده بكيلو دقيق
يا رب تعجبكم يا حبايبي، وفيديو النهارده يكون نال اعجابكم. واشوفكم على خير وكل خير وصحه وسلامه وسعاده يا رب. متنسوش اللايك الجميل بتاعكم، لانه بجد بيفرحني وبيسعدني جدا. واللي ما اشتركش في القناه يتفضل ينورني ويشترك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.